كمان خلي بالك البرنامج لسه بقى اهو تاني حلقه في بدايه الموسم. ما رضيتش اطلع معاك في اول حلقه عشان تعمل حلقتين من نفسك. عايز اكمل الموسم. انا بقول لك انا طلبت اعتقد كان اول امبارح ولا امبارح قلت يا جماعه يبقى عنده حلقتين. انا قلت اخدك كده امبارح بتاع صلاه الجمعه وحضرتك هادي كده وكده، بس فشلنا في الموضوع ده. معلش قلت ما انا قلت لك اديلك حلقتين بس. طيب حلقتين بس يعني النهارده اخر حلقه ليا ان شاء الله باذن الله. ازي حضرتك طبعا، ونتمنى للزمالك التوفيق السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تعليقك ايه على ماتش النهارده من خلال الصفقات الجديده ومدير فني جديد واول مباراه في الموسم؟ لا انا تعليقي بس على عواجيز الفرح اللي في الاستوديوهات التحليليه في التلفزيون. واخد بالك ده اول ماتش. اتحاد اسكندري النهارده بعد ما كان غالب 2 الاسماعيلي غلب 4. دي كره قدم، ولم يكن يتخيل حد في الدنيا ان الاسماعيلي يغلب النهارده 4-2 بعد ما كان الاتحاد متقدم بجونين بالظبط. واخد بالك؟ يعني العواجيز الفرح يقول لك ايه طب وفين شيكابالا ومحمد ابراهيم؟ طب ما شيكابالا ومحمد ابراهيم السنه اللي فاتت كانوا بيلعبوا وقعدتوا تقولوا شيكابالا ومحمد ابراهيم ضيعوا الفريق، وفين مش كان لك بيتقال كده ولا خدنا دوري ولا كاس بتاعهم كل البطولات مع احترامنا طبعا شيكابالا ومحمد ابراهيم. ده راجل مدرب جديد لسه بيبدا بيتعرف على اللعيبه. في لعيبه النهارده طبعا مستوى كويس جدا. تقريبا معظم الصفقات ما انت هتجيب مثلا كل شويه يقول لك برضه يقول لك اصل هو جاب 14 واحد يا عم ده الانتاج جاب 18. واخد بالك برضه من ضمن الاستاذ اللي بيقعد يحلل بقى ما اعرفش التحليل بتاعه ده واضح انه محتاج يحلل حاجه ثانيه. يقول لك ايه الزمالك ما جابش السنه دي الا ما عندوش الا 4 مدافعين. يا انا اسف يعني يا جاهل ان عندنا علي جبر والوحش ومجدي ومحمود علاء مظبوط 4 واثنين اللي بتوع سوريا يبقوا كام؟ 6 ومجدي جديد بتاع الانتاج اللي كان في الانتاج مش كده 7 لا مجدي احمد مجدي نص ملعب. لا بيلعب يمين بيلعب على فكره باك يمين ونص ملعب يمين كده واحمد توفيق بيلعب باك يمين مش كده؟ وعندنا فتوح يعني احنا عندنا لانه دليل انه جاهل وعايز يقول اي كلام وخلاص واخد بالك عمال يفتي. بس انا عايزك يا استاذ مرتضى ما تركزش مع حد يعني. لا انا بركز بس على الفتاوي اللي من اول يوم واخد بالك. وبعدين واحد عمال يتريق واحد اسمه فاهم مش عارف يقول لك ايه وهو المدرب ده يقعد اسبوع ولا اسبوعين ها بيتريق اللي كان بيشيل الشنطه للشوبير بيتريق علينا احنا. كل ده مش مشكله. هي الغلطه بس بتاع والدك ازاي والدك القامه الكبيره دي بيقعد معاه بس ده اللي مجنني. يعني ابوك حاجه كبيره جدا 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 ما كانش يحلم يعني هو بيحلم كده تعاقد يعني مع يسمع بس يعني الولد ده هو بيحلم في الحلم كده ما كانش يحلم بحرف الحاء لا حسن مستكاوي ولا حسن شحاته واخد بالك. لكن هو ده بقى احنا في اخر الزمن مش مشكله. لكن انا طبعا راضي عن الولاد. احنا مش بنحاسب بالقطعه. الافندي برضو اللي قاعد يقول لك ايه بس يسيبوا رئيس النادي ما يعملش التشكيل. اقسم بالله العظيم انا ما اعرف التشكيل ولا رحت الماتش ولا كنت بروح المطوشه واخد بالك. وكل مدرب يجي يقول نفس الكلام ده ما بيتدخلش عمره ما اتدخل. لا راجل بس هو برضو بيتدخل. دي الاستعداديه بتاعت الاخوه اللي كل واحد صف حساب بيخش صف حساب. لكن في النهايه دي مباراه كره القدم. وبعدين مش واخدين بالهم ان الانتاج الحربي غلبك 2-1 في الدوري السنه اللي فاتت. يعني مش فاهم انا. ما هو الرياض قاعد جنبي اهو عمال الرياض طيب الرياض الزمالك الرياض ليه يا عم احسن يقطع ده الرياض حبيب من ايام الاخوان كمان خد يا عم وفين وائل مش ازيك يا سياده المستشار؟ لا ده كان ماسك قياده الاخوان في حدائق القبه. يا لهوي خلص على الحلقه ممكن ننزل نلاقي البوكس تحت. مين تاني معاك قول لي انا مش عارف. جمال حمزه وسامي الشيشي. مين؟ جمال حمزه وسامي الشيشي. وجمال حمزه تمام. جمال كويس ده حبيبي طبعا. وسامي انا زعلان منه بس مش وقته طبعا. انا اللي زعلان من حضرتك يا سياده المستشار يا كابتن. لما الكبير انت عارف حبيبي قد ايه يا سامي لما الكبير غانم سلطان او كبير فاروق جعفر او كبير حسن شحاته او برجيله دول كلهم انا بعتبره احمد رفعت طبعا كبار بتوعنا دول كلهم كبار. لما واحد يعمل بيان فيهم حتى لو ما خدش رايك وكتب اسمك ما اطلعش اقول لا ما عنديش فكره يا سياده المستشار ده بالصدفه. انا بالصدفه يعني دول كبار. اولا البيان ده ما فيش في بيان اساسا. يا سامي ايا كان ما احرجش الراجل الكبير لان غانم سلطان اولا انت عارف ان هو كبير في السن. سيبك انه راح حج دي قضيه ثانيه خلاص واطلع واخد بالك. يعني انت لازم يكلمني في التليفون يقول لي صح انا يعملوا معايا كده. يعني بص لا زعلان من عفت نصار. ايوه خلي بالك ولا في دماغي اصلا لاله ولا زعلان من الاخ وائل الاباني ولا زعلان من مش عارف مين الثالث. انا زعلان منك انت بس
لان لو دول انا يعني عارف نفسي مستشار، انت انا محطوط هل في عندي حاجه في نادي اسمع الزمالك كلامي. اقدر اقف قصادها؟ انت محطوط عندي في مكانه كبيره، وانا عارف والله وعلى عارف قد غلاوتك عندي الزعل قد ايه بيبقى طبعا. قد العشم. خلي بالك يعني انت كنت مفاجاه بالنسبه لي. وبعدين ده غانم سلطان داخل في 75 سنه يعني، طب ازاي؟ لا اصغر، كابتن غانم اصغر يا كابتن. اصغر. طيب ماشي. على العموم انا سعيد اولا مبروك الاستوديو الجديد، الله يخليك الله يخليك. ومبروك بمحسن، الحمد لله خلصت انت من اسلام اسمه ايه ده؟ لا اسلام اخويا برضه. الحمد لله. لا يا عم اخوك مين يا عم؟ هي نصيب يعني. يلا نصيب. انا ببارك لك وبقول لجماهير الزمالك، انا شايف عكس اللي هم بيحللوا دلوقتي، انا شايف ان الاداء في اول ماتش ده محترم. الانتاج ده غلب الزمالك قبل كده 2-1 في السنه الدوري السنه اللي فاتت. الانتاج دعم صفوفه ب 18 لاعب و20 لاعب على زي ما سمعت من مختار. تمام. وده دوري. انت النهارده بتطلع اول سلمه. تمام. لسه قدامك كام؟ 17 و16 يبقوا كام؟ 33 ولا كام بيبقوا كام؟ ناقص 16 ماتش و17 يعني حوالي 33 ماتش. 33 ماتش. لسه بدري، احنا الاسبوع الاول. انا بقول للناس اللي عايزين يعملوا احباط، لا احنا النهارده كسبانين لعيبه، النهارده الحظ وقف قدام نادي الزمالك في كور كتيره. يعني كوره كاسونجو الثانيه دي هو جون. عبد الله الشامي بتاعت عبد الله جمعه دي. عبد الله جمعه بتاع كاسونجو الثانيه. باسم خالد قمر لما جت في دماغه طلعت الناحيه الثانيه. فعايز اقول ان احنا عايزين نهدى. ليه؟ احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه ما قراناش الفاتحه ولا قرينا صوت البقره. فلسه بدري. لكن انت بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يلا فاشل. لعيبه ضايقه. لا، اللعيبه كلها محترمه، واللعيبه اللي مشيت ادت واجبها، وانا قلت قبل كده وشكرتهم كلهم، بدأ من شيكابالا لكل لعيبه ادت دورها في حدود امكانياتها. وبعدين اللي زعلان شيكابالا مشي، لا شيكابالا كان لازم يمشي. الراجل ما بياخدش بروفيسيونال الزمالك. الراجل عشان ال9 مليون جنيه اللي ورطوا فيهم ممدوح عباس وجهاز مركزي محاصرات يا اللاعب يدفعهم. تمام. الزمالك بيدفعهم خصما من مستحقات شيكابالا. فمش ممكن شيكابالا يبقى عقده 10 جنيه في اليوم مثلا او في الشهر، ما ينفعش. وبعدين ده بني ادم برضه عايز يتجوز، عنده التزامات. فلما جه استاذن وقال دي فرصه هاخد 100,000 دولار او 200,000 دولار ايا كان ياخده ربنا يوفقه هناك، يعني يبقى معاه 4 مليون جنيه في السنه غير ما يبقى معاه 1000 جنيه في السنه. تمام. فانا عايز اقول بس الاخوه اللي بيحللوا، يعني ابراهيم فايده انا ليا سؤال، لاعب كوره؟ طب وائل ده لاعب كوره، وسامي لاعب كوره، وانت لعبت كوره، وجمال حمزه لاعب كوره. ده لاعب كوره؟ لا ما لعبش كوره، نازل تريقه على مخاليق ربنا وخلاص. فانا بقول لجماهير الزمالك الموسم لسه بدري ان شاء الله، الصفقات كلها صفقات محترمه، ولو احنا جبنا 14 صفقه نادي الانتاج اللي هو ما عندوش فلوس جاب 20. وبعدين اللي يقول لك ايه والفلوس دي ايه؟ فلوس ايه؟ ده الصفقات دي كلها بفلوس واحد بس، اعاره كهرباء. يعني كل الصفقات الجديده دي. وبعدين السنه اللي فاتت اخ كريم يقول لك ايه؟ الزمالك لازم يغير جلده، اللعيبه مش قادره، اللعيبه خسرت كل حاجه. خلاص غيرنا وجبنا احسن لعيبه في كل الانديه. اللعيبه دي عشان تنسجم مع بعضها قدامها 3-4 ماتشات. يعني اي حد يعني بيفهم فنيات من غير ما يكون حاقد او مريض نفسيا، واخد بالك؟ عشان تاخد. وبعدين عشان المدرب يتعرف على المدرب ده جاي بقى له 4 ايام، واخد بالك؟ لكن الكره اللي انا شفتها النهارده الكره الهجوميه اللي الزملكاويه بيحبوها. ولو كان لا الجون الثاني بتاع كاسونج جه الماتش كان قلب. بالظبط. الكره بتاعت باسم او بتاعت عبد الله جمعه، عبد الله كان الماتش قلب. لكن خلاص هو الحظ كده، انت بذلت كل جهدك وعملت كل اللي عليك، سواء جهاز لسه بيتعرف على بعض لاول مره او سواء لعيبه. فانا شخصيا سعيد بالاداء وسعيد بالخطه اللي عملها المدرب. انا شفت الزمالك النهارده الكوره، لا هو طبعا خلي بالك عشان برضه يتكلموا عن الانتاج ما قالوش يعني هي كوره واحده. ايوه واخد بالك؟ اللي هي غلطه الوحيده بين احمد مجدي هي كوره. يعني احمد مجدي لو كان ضغط عليه خارج منطقه الجزاء كان طلعها. أيوة. لكن خلاص هو ده القدر كده. احمد خاف مثلا يتحسب عليه فاول. محمد مجدي المدافع. نعم محمد مجدي. لا هو انا بتلخبط بين احمد ومحمد. الاثنين قريب من بعض. تمام. فهي دي كوره واحده الوحيده اللي جاب منها الانتاج الجون بس. لكن 90% من حتى الاستحواذ مكتوب على الشاشات الزمالك اكتر من 5% مستحوذ. بالظبط. هو سياده المستشار انا وائل عايز اقول لحضرتك حاجه بس بخصوص شيكابالا ومحمد ابراهيم واللعيبه اللي عملت شغل كويس السنين اللي فاتت او عملت تاريخ في نادي الزمالك. خلاص ما حدش بيتكلم عن الناس اللي مشيت. دلوقتي في ناس جديده بتحاول تعمل تاريخ جديد لنادي الزمالك وبتحاول تدعم الصفوف بشكل كويس. مدير فني الجماهير المصريه عارفاه،
محتاج اكيد وقت عشان خاطر يخش في اللعبه. الشوط الثاني كان نادي الزمالك كان واضح ان هو مميز جدا، لان اللعيبه الجديده لعبت كلها في الاماكن بتاعتها الكويسه اللي كانت بتلعب فيها بالظبط في الاماكن بتاعتها. فده ظهر فاكيد محتاجين وقت ومفيش مشكله يعني. لا في البداية خلي بالك في حاجه مهمه، ان علي جبر يعني صخره الدفاع ما لعبش النهارده. طارق حامد صخره خط النص ما لعبش النهارده، وده مهم جدا خلي بالك. وبعدين من الصفقات الجديده واحد مثلا زي السيسي ده، يعني انا شفته في المباريات ودي حاجه. والله يا سياده المستشار احنا قلنا كده يعني، انا استغربت جدا ان السيسي مش موجود بصراحه، لانه هو لسه مش جاهز فنيا. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني بيقولوا كده مش عارف الكلام ده حقيقي ولا لا، ان اشيم بونج عنده اصابه مزمنه في ركبته، ولا الكلام ده مش مظبوط؟ لا هو راجل ما عنده يا راجل ده خد علي جبر واحده تلاتي ولا ايه؟ ايوه انا بقول لحضرتك الكلام اللي بيتقال اليومين دول. لا هو اشمون بونج كونج بونج الولد راح عمل عمليه عندهم في البلد بتاعتهم، واخد بالك، فراح ما اعرفش قطع غضروف ولا قطع ايه بطريقه بدائيه يعني. لكن هو ما عندوش مشكله، لانه لما جه طبعا اتعاتب لانه ازاي يعمل العمليه دي وخارج اطار نادي الزمالك ومن غير استئذان. لكن هو خلال 3 اسابيع هيبقى جاهز، واحنا عندنا الحمد لله السيجا، ومعروف طبعا تعرف كان موقوف النهارده لانه كان الانذار الثالث، واخد بالك. فانا بقول يا جماعه تاني خدوا تجربه النهارده زي الاتحاد السكندري والاسماعيلي. الاتحاد بيلعب على ملعبه كسبان 2. خلاص انت عارف انا كسبان 2، انا نمت قلت الاتحاد كسبان 2 خلاص بقى يعني ايه صحيت لقيت الاسماعيلي كسبان 4-2. يعني انا اندهشت يعني طبعا، لانه طبعا الاتحاد بالنسبه لي زي الاسماعيلي كلها انديه طبعا بحبها جدا، لكن عايز اقول لك دي كره القدم ما عليهاش كبير. ايوه. وما تنامش وتطمن على مباراه كمدرب او كلاعب، دي بلاش كبير. هات غير الكوره دي، شوف لي الشناوي صد كام كوره ولا كوره. يبقى اذا انا دايما احاسب المدرب على بيخلق كام فرصه للمهاجم وتحت المهاجم. ده بالنسبه لي انا بيخلق كام فرصه، مش ما يخلقش ولا فرصه يبقى فاشل. بيخلق 10 فرص، واخد بالك، المهاجمين بيضيعوا ويجيبوا مثلا 1 أو 2 فيهم، يبقى الراجل ادى دوره. انت شفت الراجل النهارده خلق كام فرصه؟ كتير. ايوه. يعني الجور اللي جايه مؤكده ضاعت، يعني مش 3-4 كور. وبعدين في كوره خالد قمر عملها بدماغه دي اللي حسبها اوف سايد. لا مش اوف سايد، ما فيهاش حاجه، مالهاش علاقه بالاوف سايد. وعشان كده انا بس ليا رجاء للاخ عصام فتاح، من فضلك يا استاذ عصام، احنا لسه بدايه موسم، ما تجيبش عيال صغيره تحكم للاهلي والزمالك من فضلك. من فضلك مع احترامي لعمه جمال الغندور، انتوا بتصالحوا بعض مش على حساب الانديه الكبيره. من فضلك من فضلك من فضلك بلاش عيال صغيره تحكم ماتشة الاهلي والزمالك. مع احترامي للاخ احمد غندور، ده شاب لسه طالع مش قد ماتش لسه في البدايه زمالك او اهلي، انا بتكلم بصراحه، لان هي دول الحكام اللي بيعملوا كوارث. بس هو مساعد الحكم هو اللي حسب الاوفسايد. يا عم ما المصاب كلها بتيجي من الراجل ابو خشبه ده. ما كل ما هو برضه اسمه الاخ بتاعنا ده بتاع جهاد جريشه، ما هو اللي وداه في داهيه برضه لو تفتكر الجدع اللي ابو خشبه الناحيه الثانيه ده لما احمد سامي مسك الكوره بايده، واخد بالك. فانا عايز اقول يعني دي بدايه وبدايه موفقه، واخد بالك، ولسه الدوري، وعلى فكره هتكسب وهتخسر وهتتعادل وهتكسب وهتخسر طبعا هي الكوره طبعا، واخد بالك. والله العظيم انا مع كل المدربين، ويمكن سامي عارف الكلام ده لانه محتك بالنادي، تمام. انما بقى اي مدرب بقى يفشل يقول لك ايه بعد ما يمشي بقى يروح البلد، لا ده كان بيعذبني، ده جاب سيخ حديد حطه في ودني بعد ما بيمشي. طب يا عم انت قاعد ده كان في سيخ حديد ولا سيخ بتاع. انا سعيد باداء الولاد، الجهاز قاعد ومستمر، احنا عاملين عقد لمده 2 يا كريم. ايوه قعد مستمر. لكن انت لما تشوف مدرب بيخسر، انت لو ولادك مثلا لو انت جايب لهم مثلا في 5 مواد مدرس في الدور الاول لا قدر الله سقطوا في 5 مواد، هتخلي المدرس؟ لا. ولا هتخنق المدرس؟ اخنقه طبعا واخد فلوسي، واخد بالك. فهو عشان يقول لك ايه ده بيغير. لا يا فندم، لما يكون مدرب شغال واضح انا راجل رياضي، هكسب وهخسر وهتعادل واكسب واكسب بطوله. طب اقول لك حاجه، الزمالك في كره اليد خلاص السنه اللي فاتت ما خدش حاجه، السنه دي كسب بطل الدوري طلع الجيش من 3 ايام، وكسب بطل الكاس امبارح هليوبلس في كره اليد، ولاول مره المرتبط بيكسب خلاص. لا ما فيش ما تكتبش ولا لا ده الكلام ده يبقى مجلس اداره شغال كويس. لا شوف لنا بس اي مصيبه كده اي مشكله وحطها عشان نصدر فيها مرتضى منصور. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.